يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. الريل النهارده هكون بتكلم فيه لكل الناس اللي هتقدم سواء في المعهد العالي للسينما أو المعهد العالي للفنون المسرحية. في مشكلة كانت الناس بتقع فيها كل سنة، وهي يفضلوا مستنيين لغاية آخر وقت وبعد كده يبتدوا يقدموا. التقديم احنا قدامنا يعني دلوقتي ممكن بنتكلم في أسبوعين، في 3 أسابيع بالكتير. فالسنة اللي فاتت كان أكتر من ولد وبنت حصل معاهم المشكلة إن هو جه في آخر يوم ورايح يقدم الورق بتاعه. ففي احد الناس اللي كانوا بيقدموا كان بيكلمني، قال لي انا رحت خلاص وراح الوحده الالكترونيه وخلاص رفع الورق وكل حاجه تمام وخلاص رايح يدفع. ده الكلام ده كان الساعه 2 الا 3 4 دقائق، فراح قال له خلاص للاسف باب التقديم اتقفل. فطبعا كانت مشكله وكان زعلان ويعني الدنيا كانت بايظه عنده. فنخلي بالنا ان احنا مش بنجيش في اخر وقت واخر توقيت وعلى اخر لحظه، لان ده سيستم يا جماعه. ده ما فيش حد هيقول لك طب معلش والنبي سيب لي 5 دقايق 10 دقايق لسه ما قدمتش. لا، ده سيستم الاكاديميه. الساعه 2 في اخر يوم اللي هو اخر يوم للتقديم السيستم بيقفل في الاكاديميه كلها، سواء للي هيقدم في فنون مسرحيه او في معهد سينما. فنحاول نقدم بدري، لو اي حد الورق بتاعه خلصان يقدم بدري، وزي ما بقول يتشيك الميل بتاعه، لان وانس ان الورق بتاعه تمام في الغالب بيجي له في تاني يوم ان هو خلاص اتقبل، ويبتدي يدفع بالفيزا ويبتدي يشوف هيتبعت له بعد كده الامتحان بتاعه اليوم المفروض هيمتحن فيه. فنخلي بالنا ونحاول اليومين اللي جايين دول اللي ما خلصش الورق بتاعه يخلصوا بدري ويبعتوا بدري عشان خاطر يسجل وما يجيش في اخر وقت واخر لحظه يقول ايه اللي حصل. تمام. هسيب لكم لينك للشانل بتاعتي تحت، فيها اكتر من حلقه بتكلم فيها عن التقديم ومشاكل التقديم وشكل الاختبارات سواء للمعهد العالي للفنون المسرحيه او المعهد العالي للسينما. وبالتوفيق لكم جميعا. شكرا. سلام.